الباب بيخبط. مساء الفل والياسمين على اجمل متابعين. قلت لكم المره اللي فاتت هنعمل ريفيو على الجريل بتاعي الجديد. زي ما انتم شايفين هنا بتبقى زي حته صغنطوطه كده علشان تحجز اهي ما تطلعش مننا، فانا شلتها اهو عشان مش هغسلها مره واحده كده، هتتغسل على قطعتين زي ما انتم شايفين اهي، اتخلعت بكل سهوله. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ميه سخنه زي ما انتم شايفين، هتتغسل بمنتهى السهوله. مرضتش اغسلها غير لما تشوفوها. بعمل عليها كل حاجه حتى المشويات وسندوتشات الجبن. كده بجيب سفنجه واقول لكم ازاي المسحوق اللي انتوا عايزينه كده، وبعد كده السفنجه في ايدينا ما بتتغسلش غير بحاجه طريه زي اسفنجه كده زي اللي في ايديا دي. بصوا النظافه، قرب الكاميرا بصوا اهي. بتتغسل لما اكون شاويه فيها فراخ لازم تتغسل وتبقى زي الفل، لكن لما بكون عامله سندوتشات ما بغسلهاش. وحلاوتها بقى بانك انت بتمسحي بمنديل بزيت كده وانت بتعملي فيها الاكل. بس بصراحه من حلاوتها بنعمل فيها كل حاجه، حتى للي عايز يعمل رجيم يعمل بقى المشويات والتونه كمان والفراخ جميله جربناها. مش هنخلي حته الا لما نكون غسلينها ببقى. وفي هنا كمان الحروف اهي، ولا اكن عملنا فيها حاجه وبنرجعها جديده زي ما كان. يعني الميه السخنه بتساعد في كل الدهون. بصوا الجمال والحلاوه ما شاء الله، الله اكبر. بتحافظي على حاجتك وتكملها جديده طول العمر، يعني مش طول العمر قوي كده. وطي بس الميه شويه. هنيجي للجزء التاني. انا بصراحه انا كنت هجيب الجريل العادي اللي هو من غير الدبل، بس ايه بقى بان الخضار بيستوي على البخار. يعني الخضار لما بتيجي تشويه كده في الجريل فانت بتغطيه وبتحبسي بالجوان ده، يعني لما بتيجي تغطيه وتقفليه الجوان ده هو اللي بيحبس الحراره، فبالتالي الخضار بيستوي. بالطريقه دي تحافظي عليها عمر اطول، ما تدخليش فيها اي سلكه ولا اي حاجه. زي ما بقول لك اهي اللي هي السفنجه دي او ليفه سفنجه برده بتبقى خفيفه كده في الطاسه التيفال كمان. تمام كده. ممكن تنشف بفوطه المطبخ. بتتغسل منفصله زي ما انا قايله لكم. بسم الله اهي، مفيش اسهل من كده. والجوانه الصغنطوطه دي اهي، استنى ممكن تيجي من هنا احسن. كده اسهل اهي. بتنضغط عليها قوي عشان ما تقعش تاني اهي زي ما انتم شايفين، وبمنتهى السهوله. بصوا كمان اهي نضيفه وزي الفل. وهنعمل عليها دلوقتي، احنا عملنا عليها حاجات كتير، الهمبرجر وعملنا الحواوشي العجين. النهارده هنعمل حواوشي بالعيش كمان، هنجربه بلدي. نحط بقى بسم الله بنضغط ضغطه بسيطه. الجريل ده كان فيه عليه عرض ب 600 جنيه، فحذروا بقى خدته بكام. وبعدين نقفل النار، نقفل عليه كده. فكل دقيقتين بنشوفه. هي النار بتبقى عاليه الاول، فبعد كده هنحافظ على الجريل ازاي؟ هتبقى نار متوسطه بعد كده. هاتي اللي هنا ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. شايفين التسويه جميله
والله من غير حلفان زي بتاع بره. بحاول اجيب لكم كل ما هو جديد زي ما انتم شايفين اهو، بس هو سخن مش عارفه اوريه لكم. مستوي 100% كمان. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفكم بكل خير يا رب. جود باي.